لماذا عصير المانجو الليدر ب 200 ريال وهو منتج محلي، وعصير الربيع المانجو ب 200 وهو منتج يستورد من السعودية؟ هذا هو الترند الحالي في اليمن. الكثير تحدث عن الموضوع من وجهة نظر سطحية. يجوز؟ أيوة يجوز. أصلا أنا كمواطن يهمني السعر، وهنا كان لازم نتدخل. على أساس أنت مين؟ اسمع مني وراح أبصرك بأشياء يمكن الكثير يجهلها، وركز معي. المنتج السعودي المانجو الربيع شركة كبيرة تأسست حوالي عام 1980 وتنتج للسوق المحلي والإقليمي. حلو كذا، حلو. مصنفة من هيئة الغذاء ب A+، وحاصل على شهادة الجودة العالمية الإيزو مرتين، ولها منتجات أخرى غير هذا المنتج. يا شيخ أنت جالس تهري، وين الفائدة؟ مش قلت لك ركز عشان تفهم الليلة؟ لازم تجاريني. الغريب، شفت فيديو لأخ يمني يقول الله أعلم من يشتغل على المنتج، يعني هنود ولا بنجالة. بصراحة أحب أرد على هبدك المتواضع. أي شركة في المملكة وخاصة الأغذية تخضع لنظام صارم جدا. يعني مو مهم من يشتغل جوا بقد ما يهم تطبيق الأنظمة بالحرف وعلى أعلى مستوى. أيوة أنت جالس تمدح الشركة، يعني قصدك تقول لنا أن المنتج الربيع أفضل من اليمني ليدر؟ الله عليك يا ذك إخوانك. أنا أكلمك كذا عشان أنا بعرف هنا كيف تجري الأمور، وسأل أصحاب المطاعم اليمنيين مو المصانع بس كيف يتم تطبيق الأنظمة هنا. مسألة الجودة والنظافة هنا مفروغ منها. أنا لحد الآن أتكلم على منتج الربيع. لا تفحط، لسه جاي على ليدر، بس صبرك عليه شوي. نجي لعند السؤال اللي عاملين عليه ضجة، ليش سعره 200 برغم الشحن وإنه مستورد؟ الجواب بكل بساطة تكلفة الإنتاج أو تكاليف الإنتاج. شركة مثل الربيع وفي بلد مثل السعودية فيها البنية الآمنة والتشريعات فعالة، يعني التكاليف تكون قليلة لأنها تعتمد على الإنتاج الواسع. أيضا رخص المصادر، أتمتة المصنع، وقلة التدخل البشري، كلها عوامل تجعل التكلفة أقل، وبالتالي النتيجة منافسة قوية للأسواق الإقليمية والمحلية. وصلت؟ الآن نجي للمنتج اليمني ليدر. حلو حلو. أنا عندي معلومات متى تأسس المصنع. أول مرة أعرف أن هناك عصير اسمه ليدر من خلال الترند، وبصراحة أنتم ما قصرتوا معه، شهرتوا أفضل من أي حملة تسويق. كان بيدفع على تمويلها الكثير. طيب، هل يمنع أن يكون جيد كمنتج ومنافس بقوة؟ طبعا لا. لو فتحت بكرة مصنع بإمكانات وجودة منافسة، حلو. نجي للأهم واللي أنتم معترضين عليه، السعر. ليش حاطين 200 لسعر العبوة والربيع يأتي مستورد وجمارك ونفس السعر؟ أحييكم على هذا الطرح. زي ما قلت لكم، فرق بين شركة تعتبر عالمية تستطيع تخفيض التكاليف والإنتاج وشركة محلية توها قامت. فرق السماء والأرض. وهنا أوجه رسالة للشركة كوني لا أعرف الكثير من التفاصيل عنها. إن كانت تكلفة الإنتاج أقل وفيها هامش ربح كويس خفضوا السعر. بالآخر المواطن ينظر للسعر. عشان أنا ما جربت ليدر ما أعرف طعمه وجودته، لكن الربيع ما يحتاج، من زمان مجربينه بصراحة جودته رائعة. والآن نجي لأهم نقطة في الموضوع، ما يمثله المنتج المحلي ليس ليدر فقط بل كل منتج. أولا يجب أن تنظر إلى رأس المال المحلي. ثاني شيء يجب أن تنظر إلى العمالة محلية ويساهم في تخفيض البطالة. سلسلة التوريد محلي يدعم المزارع المنتج المستهلك. بمعنى لو أعجبك الطعم ونفس المنتج المنافس مش حيضر. للأمانة أصحاب مصنع ليدر إذا يخارجكم تنقصوا التسعيرة وتخفضوها، الشعب يستاهل، وتبيع بكميات كبيرة بربح معقول. وسلامتكم.